السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير جدا جدا من الفيديو اللي فات. بحبكم قوي 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 قوي، مشرفيني ومنوريني ووجودكم كالعادة على راسي من فوق. النهاردة بقى هنعمل مع بعض أكلة اقتصادية كده، بعيد عن عن اللحوم، عن الفراخ، عن الأسماك. يعني اقتصادية كده وسهلة وسريعة. وطعمها حلو جدا جدا جدا، ويعني ومشبعة وفيها عناصر غذائية كتير. بصوا بقى، انا هنا معايا 10 بيضات بلدي. لو هتعملي من اللي هو البيض الاحمر بتاع المزارع، اللي هو بتاع المحلات يعني ده، هيكون مثلا هتستعملي 6 مثلا او 5. لان هو طبعا بتبقى البيضة كبيرة، يعني بيبقى الحجم الضعف، لكن طبعا ده لو متوفر عندك هو افضل، لان ايه، في قيمة غذائية يعني عالية البيض البلدي ده. بقى انا كانت واحدة جارتي جايبهم لي، فاستعملتهم يعني. قلت بقى هعمل بيهم صينية مش صغيرة، يعني متوسطة، مش كبيرة قوي ومش صغيرة قوي، متوسطة يعني. بصوا اهو، انا كده فقشتهم في طبق تاني عشان لو فيهم اي حاجة اقدر اتخلص منها بسهولة. هتجيب بقى المضرب اليدوي. تقدري تعمليهم في الخلاط. هي اهم حاجة فيها هشاشة البيض، يعني البيض بيعمل لها هشاشة. اهم حاجة يكون البيض بتاعها مضروب كويس قوي قوي قوي. احنا هنعمل مع بعض النهاردة العجة، آه الفلاحي بقى بتاعتنا احنا، اللي هي من غير. في الاول انا مش، في ناس يعني بتعملها الاول بتحط لها بصل وبعدين تحط عليه طماطم تتسبك وكده. وبعدين عفوا، وبعدين ايه، تسيبها تبرد وبعدين تحطها على الخليط اللي انا هعمله ده. لا، احنا بقى ما بنعملهاش كده خالص، هتشوفوها بقى معايا دلوقتي هنعملها ازاي. وبتبقى تحفة والله العظيم، وطعمها يعني وريحتها بتبقى قلب الدنيا. اهو بقى هقعد اضرب في البيض كده، عشان البولة اللي معايا واسعة. فانا ما كنتش عارفة، عفوا ما كنتش عارفة اضرب البيض كويس فيها. هو لانه كان عايز حاجة ضيقة عشان يبقى يعني الارتفاع بتاعه عالي مع المضرب. المضرب ده حلو قوي، بس هو بس في ميزة واحدة مش كويسة لما بيجي يتغسل، يعني بيبقى الحاجة اللي انتي عاملاها فيها بتبقى ماسكة في قلبه قوي وداخلة جوه كده لحاجات انتي مش هتبقي عارفة توصلي لها. لكن هو حلو جدا يعني في ضرب اي حاجة هو كويس. هنا بقى انا حطيت التوابل. حطيت ملح وفلفل كمون وكزبرة. بهارات لحمة، توم باودر، بصل باودر بس. بهارات اللحمة دي طبعا بقى لتعزيز الطعم يعني، وبتديها طعم وريحة كويسة. تقدري تحطي بهارات فراخ، تقدري تستغني خالص وما تحطيش ولا ده ولا ده. وتقدري تحطي برضو معلقة بابريكا مدخنة، بابريكا عادية، كل ده هيديلها طعم يعني. التوابل بتديلها طعم حلو. بصوا بقى، انا اهو حطيت التوابل بقى وهضربها تاني. هقعد برضه اضرب فيها شويه كده لحد ما تعمل رغاوي من على الوش، عشان اعرف ايه، ان البياض فك التكتلات بتاعته. البيض ده كان معايا في التلاجة، هو لو ما تكون بدرجة حرارة الغرفة افضل. اهو انا كنت كده بشوف بقى في تكتلات في البياض ولا لا، لقيت لسه في تكتلات، هضربها شوية كمان. اهو بقى زي ما انتوا شايفين كده. جربوها بالطريقة دي والله العظيم هتعجبكم جدا جدا، تقدروا تاكلوها كده ناشفة. ده بقى معلقة كربوناتو. لو مش متوفر عندك تقدري تحطي بيكنج باودر. دي بقى كوباية لبن. هيبقى كده معانا 10 بيضات بلدي او 5 احمر. التوابل بتاعتنا كل ده هكتبهولكوا في صندوق الوصف. كوباية لبن، والتوابل بتاعتنا معلقة كربوناتو صغيرة. آه يا هو بصوا، يا اما نص معلقة صغيرة كربوناتو، يا اما معلقة بيكنج باودر، عشان الكربوناتو يعني بيبقى طعمه وريحته اقوى من البيكنج باودر، فما تكتريش منه. هي بس حاجة ايه تفتح. انا بقى هنا نسيت احط معلقة خل. الخل بقى يعني كان هيخليها حاجة تانية خالص. ده كده 3 4 5 6 7، دول كده 7 معالق دقيق. انا المفروض ما كنتش حطيت التاني اللي انا هحطه تاني، بس انا هرجع احط كمان 3 معالق. اللي هو ايه، هي بتبقى عجينتها سايلة يعني، مش تقيلة، عشان ما تبقاش مكبتة منك، يبقى قلبها ايه، اللي هو مليان. يعني قلبها يبقى تخين كده، مش فاضي، مش هشة. هي بتبقى عجينتها رقيقة عن خلطة الكرنبيت مثلا. اهو بقى هنضربها بقى كده كويس. انا رجعت زودت كمان 3 معالق اهو، بصوا 4 كمان. اه
انا رجعت زودت كمان 5 معالق. مش بصوا، لا، هي كل بيضة ليها معلقة دقيق. لو بيضة بلدي ليها معلقة واحدة، لو بيضة من بتاعة الدكان زي ما قلت لكم او بتاعة السوبر ماركت، هيبقى ليها معلقتين ممسوحين، يعني مش معلقتين مش مليانين، او ما تمليش او المعلقة دقيق. هكتب لكم برضو المقادير في صندوق الوصف، عشان لو حبيتوا تطبقوا يعني على الطريقة دي تعملوا. هنا بقى معانا ربطة خضار، حزمة يعني من الخضار، مشكل، كزبرة بس، بقدونس بس، شبت بس، زي ما تحبي، هي اي حاجة هتمشي معاها في الخضار يعني. اهو بصوا بقى القوام، لا القوام كده تقل مني شوية، بس انا ما خفتوش برضو ولا بمية ولا بلبن، يعني انا عملتها زي ما هي كده وهوريها لكم برضو، والله العظيم وكانت حلوة يعني، ما كانتش تقيلة ولا حاجة. بصوا اهو بقى، انا جبت صينية، حطيت فيها زيت، عفوا، اهو، دهنتها كده زيت، دهنة من الزيت كده، او حطيت فيها في قلبها معلقتين زيت، لان انا مش حاطه فيها اي دهون خالص. الصينيه تكون ناشفه معاكي، مش ما فيهاش يعني ميه، تكون مغسوله ومتنشفه كويس. وهتحطي فيها الزيت، او ممكن لو هي مثلا كانت معاكي مبلوله، يعني كنت لسه غسلاها او حاجه، ما هتنشفيها على البوتاجاز، عشان ايه ما تلزقش. اه بقى انا كده حطيتها، صبيتها في الصينيه. الصينيه ما شاء الله حلوه، يعني تكفي مثلا 5 6 افراد. تقدري بقى تحمري جنبها بطاطس. بصوا اهي بقى هي في الفرن، بصوا بقى بتبكبك ازاي. تقدري بقى تحمري جنبها بطاطس، تقلي جنبها بتنجان، تعملي جنبها طماطم مخلله، تعملي جنبها سلطه، تجيبي معاها شيبسي. دي بقى تبع راحتك انت، يعني براحتك. تشكلي بقى جنبها يعني بقى كده تحابيش، زي ما احنا بنقول، تعملي جنبها شكشوكة، بس ما يعني ما يتهيأليش الشكشوكة تبقى مستحبة معاها قوي، لان ده بيض وده بيض. اهو بص بقى، انا جبت بقى هنا الطشة بتاعتها بقى، انا هعمل لها طشة، مش هعملها اللي هو ايه. انا قلت لكم في ناس بتعملها على الطريقة دي، وهبقى اعملها لكم مرة، وفي ناس بتعملها على الطريقة، بس احنا ما بنعملهاش غير على الطريقة دي. دي طريقتنا فيها يعني. انا بقى جبت كام فص توم كده، فرمتهم، بشرتهم يعني بالمبشرة، انا ما عنديش كبة هنا عند امي. وحطيت بقى عليهم حوالي نص كيلو طماطم مضروبة في الخلاط، عصير طماطم يعني. اهو، وهسيبها بقى تتسبك. اهي بقى بصوا بعد ما طلعت من الفرن العجة عاملة ازاي. دي بقى ممكن تاكليها كده ناشفة، في ناس بتحبها كده، وفي ناس بقى بتحبها بالصلصة، زي ما انا هحط عليها الطشة بتاعتها دلوقتي. اهو بقى الطماطم بدأت تغلي معايا، هحط بقى التوابل، نفس التوابل اللي انا حطيتها في قلب العجة، هي التوابل اللي انا هحطها على الطماطم، عشان يبقى الطعم واخد من بعضه. دي بهارات لحمة، نص معلقة 7 بهارات، مع توم باودر، بصل باودر زي ما قلت لكم، كمون وكزبرة وفلفل وملح، ومكعب مرق. وانا برضو حطيت في قلبها مكعب مرق لتعزيز الطعم مش اكتر، يعني في ناس ما بتحبش تستعمل المرقة، او مرقة الدجاج دي خالص، فعادي يعني بيقدروا يستغنوا عن الطعم خالص. انا بقى متعودة ان انا بستخدمها، يعني بحطها في معظم الاكل. فانا بحبها وبحب طعمها ونكهتها في الاكل. هنا بقى احط معلقة سكر، اهو مكعب المرقة اهوت، وهحط بقى كمان معلقة سكر عشان الحموضة بتاع الطماطم. معلقة السكر دي بتفرق جدا جدا زي ما قلت لكم. اهو بصوا، هسيبها بقى تتسبك خالص، وارجع لها تاني. بصوا بقى بوريكم العجة عاملة ازاي، بصوا هشة عاملة ازاي، وطرية من قلبها ومقرمشة من بره، يعني حاجة كده والله العظيم تحفة، وريحتها كانت قلبة الدنيا حرفيا. اهو بصوا، الطماطم كده بقى معايا اتسبكت، هزودها بقى كوباية مية اهي، وهسيبها بقى تغلي. عفوا يا جماعة، معلش. حطولي بقى لايك وشير وسبسكرايب، وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد. ولو اول مره بتشوفوني، اشتركوا في القناه، اللي هو السبسكرايب برضه، يعني فيها هتلاقوا على الشمال كده كلمه اشتراك باللون الاحمر، فعلوها. وهيجيلكوا الاشعارات، دوسوا على الكل عشان يوصل لكم كل جديد. هنا بقى اهو بصوا الصلصه اهي بقى، نزلتها عليها كلها، ما تقلقوش هي تبقى تحسوا ان هي كتير. انا قطعتها قبل ما انزل عليها الصلصه. وبعد كده بقى احاول ان انا اعمل فيها فراغات كده في قلبها بالمعلقه، عشان تشرب الصلصه، او الصلصه تنزل لتحت. هسيبها بقى كده على نار هاديه خالص، واغطي عليها. اهو بصوا بقى، بصوا اصلا البخار عامل ازاي، والطعم يعني مش قادره اقول لكم، والريحه والله العظيم حاجه كده تحفه.
لو بتشوفوني بقى من على الفيسبوك اعملوا لي متابعة. بحبكم قوي 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 قوي، ووجودكم والله العظيم يعني مش قادرة اقول لكم انا مبسوطة قد ايه ان احنا الحمد لله بنزيد يعني. ومشرفيني والله ومنوريني وعلى راسي من فوق. اهو بصوا الطعم بقى مش قادرة اقول لكم بقى. عيش بقى وعيشي حياتك معاها. ممكن تتاكل بالمعلقة كده عادي. بس طعم والله العظيم تحفة يعني، من الآخر بصراحة.